مع إن الفرق بينهم يدوب لا يذكر. وفي تفسير تاني لذيذ جدا بيقول إن الذاكرة عندك عاملة زي الأرشيف، المفروض إن أي حاجة بتحصل دلوقتي تروح لخانة الحاضر اللي إحنا عايشينه دلوقتي. بس اللي بيحصل في الديجافو إن المعلومة بتدخل غلط وتتحفظ في خانة الذاكرة طويلة المدى فورا، فمخك بيترجم المشهد اللي بتشوفه حالا على إنه ذكرى من سنين فاتت، وإنت في الحقيقة لسه بتعيشه في نفس اللحظة. وكمان ساعات الموضوع بيكون مجرد تشابه أنماط، يعني ممكن تكون انت دخلت مكان شبه المكان اللي انت رحته وانت عندك 5 سنين، مخك لسه فاكر ترتيب الكراسي أو لون الحيطة، فبيبعت لك إشارة إن المكان ده مألوف ليك بس من غير ما يديك تفاصيل، فبتحس باللخبطة دي. يعني في الآخر يا شباب الديجافو دي علامة إن مخك شغال وبيدور في الدفاتر القديمة، وغالبا الظاهرة دي بتيجي أكتر للناس اللي سنها صغير أو اللي بيسافروا كتير وبيروحوا أماكن جديدة. فلو حصلت لك تاني ما تبقاش تقلق، ده بس بيكون جليتش أو تهنيجة بسيطة في السوفت وير بتاع عقلك. ما تبقاش تقلق، ده مخك بس بيأكد لك إن هو شغال وبيدور وراك في الدفاتر القديمة. قول لي بقى ايه اكتر موقف حسيت فيه التشابه ده؟ هستنى ارائكم في الكومنتات. وبكده خلصت حلقتنا، ما تنساش تتابع صفحتنا علشان يوصلك كل افادة ليه.